برامج الذكاء الاصطناعي كتير جدا، وكمان مواقع الذكاء الاصطناعي كتيرة جدا جدا. ولكن الموقع اللي انا جاي اكلمك عليه النهاردة بيعمل حاجة ما بيعملهاش اي موقع ذكاء اصطناعي تاني ولا اي برنامج تاني، وهي فكرة انك تقدر تعمل فيلم كامل لمدة 5 دقايق واكتر كمان ببرومبت واحد بس. ومش بس كده، ده انت هتثبت الشخصية وتحافظ عليها طول المشاهد بتاعتك. تعالوا مع بعض قبل ما اكمل كلامي كده نتفرج على الفيديو ده وارجع معاكم ونكمل كلام. كان آدم يسير في الغابة ليلاً، فسمع صوتاً غريباً يأتي من قلب الغابة. كان الصوت ينادي: ساعدني، الوقت ينفد. من دون تردد شد آدم حقيبته الصغيرة وذهب ناحية الصوت، وفجأة ظهر أمامه ثعلب ذهبي يركض بسرعة، وقال: إن طلعت الشمس قبل أن نصل إلى الحجر السحري ستختفي الغابة. ركضا معاً، قفزا فوق جذوع الأشجار وعبرا نهراً يغلي كالبركان، وقبل آخر ثانية وصل إلى الحجر السحري. طلعت الشمس وبقيت الغابة موجودة. ابتسم الثعلب وقال: إن الشجاعة دائماً تسبق الخوف. نظر آدم حوله وشعر بقوة جديدة تنبع من قلب الغابة، قوة الشجاعة والأمل. وهكذا بقيت الغابة حية، وتذكر الجميع أن الشجاعة هي المفتاح في مواجهة المجهول. اهو الفيديو اللي انت لسه شايفه حالا بالكامل معمول بالموقع اللي انا جاي اقول لك عليه النهارده، وكل ده ببرومبت واحد بس. يعني كل اللي انا عملته ان انا كتبت برومبت واحد بس طلع لي المشاهد دي كلها وعمل لي قصة وعمل لي فيلم. فلو انت عايز تعرف الموقع ده وازاي تقدر تستفيد منه وتستخدمه، يبقى تابع الدرس ده لغاية النهاية. يا اهلا بيكم يا شباب. النهارده جاي اكلمكم على موقع تقدر تعمل بيه كل حاجه وتخرج من الموقع ده وانت عامل الفيديو بتاعك بشكل كامل. والميزه الخطيره اللي موجوده في الموقع ده ان هو سهل جدا في الاستخدام. يعني لو انت اول مره تتعامل مع الذكاء الاصطناعي هتقدر تتعامل مع الموقع ده بمنتهى البساطه. ايه الموقع ده؟ تعالوا نشوفه مع بعض، واللي هتلاقوني سايبه لكم في صندوق الوصف او في الديسكريبشن. الموقع ده هو نوفي اي اي، والموقع ده على فكرة ده موقع للماك لأنه لسه ما نزلش كبرنامج مستقل للماك، ولكن هو موجود برنامج للويندوز وموجود للاي او اس وموجود للاندرويد. لو انت طبعا الموقع ده مدفوع، فدي حاجة مفروغ منها. طبعا حاجات الذكاء الاصطناعي لازم تكون مدفوعة علشان تدي لك نتائج كويسة. لو انت اول مرة تستخدم الموقع هيكون ليك 80 كوين، ودي حاجة حلوة جدا تقدر تعمل بيها فيديو كويس. تعالوا نشوف ازاي نقدر ندخل على الموقع. كل اللي انت هتعمله بعد ما تدخل على الموقع كده بيدي لك الهوم بالشكل ده. هتيجي هنا كده وتسجل. طبعا بيدي لك اكتر من طريقة تسجيل، ممكن تسجل عن طريق جوجل او ابل او فيسبوك او تكتب الايميل بتاعك. طيب انا هكتب الايميل بتاعي بالشكل ده، وانا طبعا مشتري كوينز، فهبتدي ان انا ادخل بالباسورد كده واعمل لوجين. هتلاقيه على طول دخل معاك بمنتهى البساطة. تعالوا نتفرج بقى ايه اللي موجود في الموقع ده. والميزة الخطيرة اللي موجودة في الموقع ده انك تقدر تعمل يعني قصة لمدة 5 دقايق كاملين. فدي حاجة انا ما لقيتهاش في اي موقع ولا في اي تطبيق ولا في اي حاجة من حاجات الذكاء الاصطناعي قبل كده. لما بنيجي هنا كده على جنب بيدي لك هنا الهوم، بيقول لك هنا كده ستوري تو فيديو. طبعا صعب ان انا اشرح كل الحاجات دي، ولكن زي ما انتم شايفين كده هو اصلا شارح نفسه. هنا بيقول لك ستوري تو فيديو، دي الحاجه المبهره جدا اللي عجباني اللي هنستخدمها مع بعض دلوقتي. عندي هنا كده بيقول لي كات فيديو. طبعا لو انت عايز تعمل الفيديوهات اللي فيها قطط زي الحاجات المنتشره دلوقتي على السوشيال ميديا واللي بتحقق مشاهدات بالملايين، فهنا تقدر تعملها بمنتهى البساطه. هنا بيقول لك ايمج تو فيديو لو انت عايز تحول صوره لفيديو، وهنا كده تكست تو فيديو لو انت عايز تكتب تكست وتحوله لفيديو، وهنا ساوند افكت. بس الساوند افكت ده لسه هيتضاف قريب، يعني لسه ما اتضافش دلوقتي. وعايز اقول لك على حاجه، ان انت لو استخدمت التطبيق ده على الويندوز فبيدي لك مكافآت يوميه، ولو انت استخدمته على الاندرويد على الموبايل بتاعك فطبعا تقدر تشوف الاعلانات ويدي لك كوينز. فيعني مفيش اكتر من كده حاجات، يعني موضوع فظيع جدا. طيب خلينا ندخل مثلا على ستوري تو فيديو. يعني دي اللي انا منبهر بيها الصراحه. لو دخلت كده طبعا هنا بتقدر تختار الابعاد زي ما انت عايز. فهنا بقول له مثلا 4:3 3:4 او 16:9 اللي هو بالعرض اليوتيوب والحاجات دي، او 9:16 اللي هو الريلز والشورتس والكلام ده. وهنا 1:1 انت مش هتتعب في اي حاجه. فانا مثلا هقول له انا عايز اعمل دلوقتي فيديو 16:9 اللي هو عريض او بالعرض.
هنا كده بيقول لي AI creation وبيقول لي هنا كده best story، مش الاثنين، انت تختار واحده منهم. يعني ايه AI creation؟ انت مجرد ما بتديله هنت للحاجه اللي انت عايزها هو بيعمل لك القصه بتاعتك. يعني انت مجرد ما تكتب له بس جمله واحده كده يقدر يعمل لك القصه كلها. فالموضوع تحفه جدا. وبصوا هنا اللانجوج، هنا بقدر اختار انجلش او اقدر ان انا اختار اي لغه عندي. فخلينا ندور كده، ادي العربي، لو انا عايز باللغه العربيه تقدر تعمل كده. طيب عندي حاجة حلوة جدا موجودة في الموقع ده كمان. لو نزلت كده تحت بيقول لك already have a script. لو انت عندك سكريبت متقسم لمجموعة مشاهد تقدر تدخل هنا كده وتحط المشهد الاول هنا والمشهد الثاني والمشهد الثالث وهو بيعمل لك قصة. متخيل الموضوع بسهولة ازاي؟ طيب لو انا خلصت مثلا 5 مشاهد ومحتاج ان انا اضيف مشاهد تانية، اقدر ان انا اجي على البلس بيديني المشهد رقم 6 وتكتب له هنا كده البرومت اللي انت عايزه. تحفه جدا زي ما احنا شايفين كده. طيب خليني ارجع كده ورا وهبتدي ان انا اقول له بيست ستوري. انا جبت الستوري دي منين؟ انا كل اللي انا عملته ان انا دخلت على جيميناي بالشكل ده وكتبت ستوري. طبعا قبل كده انا كتبت له ستوري بلغه عاميه، فطبعا اللغه العاميه مش افضل حاجه وانت بتكتب بالذكاء الاصطناعي. لو انت عايز تعمل يعني تعمل قصه بالذكاء الاصطناعي يفضل تكتبها بلغه عربيه سليمه بالتشكيل. فانا هنا كده كنت كاتب القصه بتاعتي او كنت طلبت منه يديني قصه صغيره كده، اداها لي باللغه العاميه، فقلت له شكلها لي واكتبها بلغه عربيه سليمه. فكل اللي انا هعمله دلوقتي هسيب عنوان القصه وهبتدي ان انا اخد القصه نفسها بالشكل ده لغايه نهايتها. انا طلبت قصه صغيره كده وهبتدي ان انا اجي هنا كده واقول له كوبي، وهاجي على الستوري بتاعتي بيست ستوري وهبتدي ان انا اعمل بيست بالشكل ده. انا دلوقتي حطيت له القصه اللي انا عايزها. هنا بيقول لي كرييت فيديو، هياخد 53 كوين. وهنا بص المده بقى، هنا بيقول لك الفيديو ديوريشن بتاعك ممكن تسيبه اوتو وممكن تزود. هنا بص كده ممكن توصل ل5 دقايق. طيب انا عايز مثلا القصه بتاعتي تكون يعني 60 ثانيه، اعتقد هتبقى كتيره، فخلينا مثلا 30 ثانيه بالشكل ده. وعلى فكره بص كده لما بزود الكوين بتفضل زي ما هي، ما بيفرقش. فخلينا نخليها 30 ثانيه. وانا بحب دايما الستايل بتاع بيكسار، فخلينا نختار كده الستايل ده وهبتدي كده ان انا اعمل كرييت فيديو. وبص على الماجيك اللي هيحصل معاك دلوقتي. خلينا نضغط كده، انا ضغطت، هنستنى كده شويه هتلاقيه ان هو ابتدى يحمل معاك اهو. هياخد وقت قليل وهيعمل لك الفيديو. خلينا كده ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل. ودلوقتي حالا هو خلص، اخد حوالي 3 دقايق او حاجه زي كده. وتعالوا نتفرج على النتيجه. الميزه كمان اللي موجوده هي تثبيت الشخصيه. يعني انا لما كتبت له قصه عن العصفور مش محتاج ان انا اعمل مشهد فيه العصفور ده بعد كده اوصف له المشهد التاني اللي فيه نفس العصفور، هو بيطلعه بنفس الطريقه. فتعالوا كده نشوف جزء من الفيديو اللي طلع. كان عصفور صغير يقف على طرف الغصن وهو يرتجف خوفا من الطيران لأول مرة. فجأة هبت ريح قوية وهزت شايفين الصورة طالعة ازاي؟ طبعا هو في العادي بيحط لك صورة وبيقول لك الكلام اللي انت كنت كاتبه او القصة اللي انت كنت كاتبها. طيب لو انا عايز الصور دي تبقى فيديوهات متحركة بقى، باجي على الصورة نفسها اللي واقفة. يعني الصورة الاولانية دي كانت صورة ثابتة، فانا هاجي هنا كده واقول له convert to animation. تمام، هضغط عليها بالمنظر ده. بيقول لي انت عايز تعمل انيميت للمشهد ده بس ولا عايز تعمل انيميت لكل المشاهد بتاعتك؟ لو للمشهد ده بس هياخد 20 كوين، لو لكل المشاهد هياخد 60 كوينز. فانا هاجي هنا مثلا واقول له انيميت 1. تمام، هيبتدي يحرك لي المشهد ده. فخلينا ننتظر كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ودلوقتي حالا هو خلص الموضوع، ما اخدش حوالي دقيقة ونص مثلا. وتعالوا نتفرج على اللي هو عمله. لو دوسنا بلاي هنا، كان عصفور صغير يقف على طرف الغصن. زي ما احنا شايفين التحريك طلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الموضوع تحفة جدا. طيب هو ده بس اللي هو بيعمله؟ لا، عايز اقول لك ان الموقع ده غير كل المواقع التانية وغير كل البرامج التانية في الذكاء الاصطناعي ان انت تقدر تعدل في اي حاجة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا ما عجبنيش المشهد ده اقدر ان انا احذفه من هنا. طيب لو حبيت ان انا اضيف مشهد تاني في النص ما بين المشهد ده والمشهد ده مثلا، هبتدي ان انا اضغط على البلس فبيضيف لي مشهد هنا كده اكتب له الوصف اللي انا عايزه ويقدر يولد لي مشهد ما بين المشهد ده والمشهد ده. لو ما عجبنيش ان انا اضيف مشهد تاني وعايز الغيه، بضغط على الاكس اللي موجوده هنا ولغيت كل حاجه. طيب بس كده؟ لا، انت ممكن تدخل هنا كده. طبعا لو لاحظنا انه المشهد ده كان فيه ميوزك،
فلو حبيت ان انا مثلا اقفل الميوزك، كل اللي انا بعمله ان انا بدخل هنا كده على الميوزك الموجوده من هنا، بيقول لي دي الميوزك الموجوده. طبعا اقدر اختار اي ميوزك تانية، لو انا مش عاجبني مثلا الميوزك دي اقدر اضغط على اي ميوزك تانية واختارها عادي. طب لو حبيت اصلا اقفل الميوزك تماما، كل اللي انا هعمله ان انا هضغط على العلامه اللي موجوده من هنا وهقول له خليها لي 0 واقول له ابلاي، وبكده المشهد بتاعي هيكون بدون ميوزك. بس كده؟ لا، الفويس اوفر كمان، الشخص اللي بيتكلم ممكن اغير صوته، ممكن صوت ولد صوت بنت زي ما انا عايز، ممكن اقفله تماما. لو انا جيت مثلا على الفويس من هنا كده، بصوا كده، تقدر تختار من هنا كده اي فويس انت عايزه، وتقدر تقفل الفويس ده تماما لو انت مش محتاجه. طيب ايه كمان؟ الفونت، الكتابه اللي مكتوبه من هنا كده، تقدر ان انت تضغط على الفونت بالشكل ده وتكبر او تصغر الفونت زي ما انت عايز، او تعمل ديسيبل للفونت اصلا وتقول له ابلاي، انا مش عايز اصلا كلام يكون موجود على الشاشه قدامي علشان اقدر بعد كده اعمل له اللي انا عايزه. فطبعا زي ما احنا شايفين يعني تقدر تعمل اللي انت عايزه. طيب هنا كده لو جيت على المشهد ده مش هيظهر لي الكلام اللي كان مكتوب اللي هو بيقول لي كونفيرت تو انيميشن. ليه؟ لانه اصلا المشهد ده متحرك، يعني المشهد ده انا حركته دلوقتي، المشهد التاني ده متحرك اساسا كده كده. بصوا كده، فجأة هبت ريح قوية. طيب لو جيت على المشهد الثالث بيقول لي كونفيرت تو انيميشن، لانه المشهد ده صوره ثابته. لو جيت هنا ده متحرك، وهكذا. يبقى تعرف من هنا انك لو ظهرت معاك الكلمه دي يبقى المشهد ده صوره ثابته والمشاهد الباقيه دي متحركه. طيب لو عايز احرك بقى كل المشاهد، خلينا نجرب برضو الطريقه دي ونيجي نقول له انيميت اول. طبعا هنا لان هو حرك مشهد قبل كده فخصم ال 20 كوينز، هنا هقول له انيميت اول فهيخصم ال 40 كوينز، وهبتدي ان انا اعمل كده. وخلينا برضو نستنى كده ونشوف تحريك المشاهد كلها شكله ايه. كان عصفور صغير يقف على طرف الغصن وهو يرتجف خوفا من الطيران لأول مرة. فجأة هبت ريح قوية وهزت الشجرة، فسقط العصفور للأسفل. اقتربت الأرض منه بسرعة، لكنه تذكر نصيحة أمه: أجنحتك خلقت لتعمل. وفجأة بدأ يرتفع عاليا ويحلق في السماء. غرد العصفور بسعادة، فقد أدرك أن الخوف كان الحاجز الوحيد بينه وبين الحرية. شايفين التحريك عامل ازاي؟ اي مشهد عندك تقدر تحركه بطريقه عبقريه زي ما احنا شفنا كده. طيب انا دلوقتي خلصت الشغل بتاعي وحابب بقى ان انا انزل الفيديو ده على الكمبيوتر وابتدي ان انا اشتغل عليه في اي برنامج مونتاج. كل اللي انت هتعمله هتيجي تضغط على علامه الاكسبورت اللي موجوده من فوق هنا كده. طبعا هنا بيقول لك الفيديو نيم، تقدر تسميه باي اسم او تقدر تسيبه هو يسميه زي ما انت عايز، يعني حسب اختيارك. وبعد كده بتقول له هنا كده اوتو داونلود افتر اكسبورت. يعني ايه؟ يعني بعد ما تعمل اكسبورت على الموقع ده تقدر تنزل الفيديو. اعمل لي داونلود للفيديو ده. بعد كده بتعمل اكسبورت نو ووتر مارك، من غير ووتر مارك، بتضغط عليه كده. وبعد كده بتستنى بقى الفيديو لما ينزل عندك وتبتدي ان انت تشتغل عليه. طبعا موقع تحفة جدا زي ما احنا شفنا كده، وبيخليك تعدل في الفيديوهات زي ما انت عايز. طبعا يا شباب بتمنى ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم. وبعرف منين ان الدروس دي عجبتكم؟ لما بتضغطوا لايك على الدرس ده وتشيروه في وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم في درس جديد.